الله وبركاته. عايز اسال على حاجه معلش. عندكم جابر العمر ده مضاد حيوي اللي هو الهيباتيك بترجع تكون عشان عنده التهابات في المثانه. بس محمد جابر مش قال لك بتاخد ازاي؟ هو عمر عنده كام سنة؟ هو كده كام سنه لا عايز وزنه. عايز الوزن. وزن؟ طالما سنة عايز اعرف وزنه. ماشي الوزن ده 11 اكيد. 11 اكيد. طب ثانية احسبها لي. صباح الخير. يوم جديد، هوا جديدة. نسأل الله التيسير. عايز اكلمكم في موضوع مهم النهارده، وهي انه عشان احترف بجد الصيدله المجتمعيه او الكوميونتي فارماسي، ونفس الكلام على فكره ينطبق على الصيدله الكلينيكيه. لو قررنا يعني ان احنا نكمل في الكلينيكيه، هو نفس المسار من حيث التعلم يكون ازاي. محتاج 3 حاجات. ال3 حاجات دول هم خلاصه القراءه في كتب مهارة التعلم والكتب التراثية، الكتب القديمة. الناس زمان قوي، يعني العلماء الكبار كانوا بيتعلموا ازاي. فلخصتها في 3 نقاط هقولها لكم النهارده. بس الاول يعني في عندي طلبية عايز اخلصها، فهنخلصها كده ونكمل كلامنا. موضوع الطلبيات ده مهم جدا على فكرة للناس اللي لسه جداد في الصيدلية. يعني موضوع مش رخامة الحقيقة، لا هو مهم. انه لو حد لسه نازل صيدلية جديد يحاول يدخل اكبر كم من الطلبيات على قد ما يقدر، لانه دي اكتر حاجة هتعرفه هو ايه الاصناف الكتير اللي موجودة في الصيدلية، خصوصا الاصناف اللي بتتحرك كتير في الصيدلية. اللي بتتحرك كتير ده اللي بيطلب كتير وبيجي كتير، باع كتير بيجي كتير منطقيا. فانت بدل ما تقعد تحفظ في حاجات كتير انت مش هتشوفها بطريقة الحفظ التقليدية، انك تمسك صف والكلام العبيط ده، فانك تمسك طلبية تقرا اللي فيها وتحاول تدخله على السيستم وبعدين تاخدها وترصها. دي من احسن الطرق الحقيقه لحفظ الروشتات. دايما بقول الكلام ده، يعني لو اي حد متابعني عارف انه الكلام ده مش جديد الحقيقه. زي ما انتم شايفين الصف اللي جنبي يعني محتاج يكمل بقاله كام يوم، وانا كنت مكسل شويه، مشغول شويه. لا مكسل الحقيقه، مكسل اكتر. يعني الموضوع لو في شويه همه هنعمل اللي ورانا. طيب ماشي. بما ان دي طلبية كوزموتكس يعني، فحابب اقول برضو شوية حاجات عن الكوزموتكس. الكوزموتكس الحقيقة من الحاجات اللي الصيادلة بيأثروا فيها جامد، وبيعتمدوا على مصادر يعني غير موثوقة بالمرة اطلاقا في تحصيلهم للمعلومة. عليكم السلام ورحمة الله. تركيز كام بقى؟ 228. ماشي. الوزن 11 ونص. 11 ونص. 30 5 على 200 ملي. هنقسمهم على 3 مرات. 3 سنتي كل 8 ساعات. يعني مرتين؟ 3 مرات. 3 مرات؟ 3 سنتي
كل 8 ساعات. لمدة 3 أيام. سؤال حلو. انت عارفه التحضير لغايه الخط ده؟ ماشي. لمده كام يوم بالظبط بقى؟ ثانيه واحده. يعني غالبا عدوى المسالك البوليه من 3 ل 5 ايام على حسب شده الاعراض، بس برضو ايه، يعني ممكن يخلص واجيب تاني؟ لا مش للدرجات دي. ده تاخد 8 سم في اليوم ودول لا هيكفي بزياده يعني. انا قصدي عشان مضاد الحيوي، يعني هو بقعد 3 ايام ولا اكتر؟ لا بعد التحضير يعني من لغايه 14 يوم. 14 يوم؟ اهم حاجه بس يترج كويس قبل كل مره تستخدميه فيها عشان بيرسب تحت، ولازم يترج كويس. لو هتحطيه في التلاجة يبقى قبل استخدامه طلعيه شويه، خليه ياخد درجه حراره الاوضه عشان ما ياخدوش ساقع. المده غالبا على حسب شده الاعراض من 7 ايام ل 14 يوم لو الاعراض شديده، ولو الاعراض بسيطه من 3 ل 5 ايام، يعني 5 ايام بالكتير. بسيطة الحمد لله. هو ان شاء الله الدواء ده هيبقى كويس ان شاء الله. ما ياكلش حاجة من بره، طبعا ما باكلش حاجة من بره، بتكونوا كده يعني الحاجات اللي بتنشري دي لا. انتوا عملتوا له تحليل ولقيتوا فيه صديد في البول يعني؟ لا هو كشف أشعة تلفزيونية من غير تحليل بول؟ لا مش حللنا. ازاي؟ بس لو في صديد ما بيبانش غير في البول، في التحليل مش في الاشعه. الاشعه بتبين انه في حصوات ولا حاجه. وعمل سونار عادي. سونار. طيب هو يعني ممكن نخمن، هو بص بالسونار لقى الدنيا مفيش مشكله، قال يبقى غالبا دي صديد. بس كان يعني الافضل برضه يتعمل تحليل، لانه الطفل صغير المفروض ما يحصلوش اصلا عدوى مسالك بوليه. ايه؟ بقول بس فيه ولا التحليل قصدك اللي باين؟ تحليل مع الاطفال يعني في السن الصغير دوت، هو عمره سنه. اللي عمره سنه المفروض ما يجيلوش التهابات مسالك بوليه مفروض. بس لما بتيجي نتاكد تحليل بول عادي خالص، تاخد عينه من البول وتحلليها، لو طلع فيها صديد هندي بقى مضاد حيوي. يعني اعمل تحليل اول؟ المفروض ماشي مفيش مشكله. اعمل تحليل اول. طب عايزه سرنجتين اللي هي 5 سم. حاضر عينيا. العفو، ألف سلامة عليه. الصيادلة الصغيرين بيقولوا لي لما اجي اقول لهم هنستخدم الابلكيشن واحنا بنتعامل مع المرضى، بيقولوا لي يا دكتور اصل شكلي قدام المريض والمريض مش هيثق فيا وان انا اطلع الموبايل وكده. ده مش حقيقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. قلت لك على سيرم تنزله لنا. سيرم ايه؟ سيرم اللي هو خدته منكم من هنا مره ومش هتلاقيه. شعر ولا بشر؟ لا شعر. اسمه ايه؟ في طلبيه كبيره لسه جايه ان شاء الله يكون فيها يا يعني. رب يا رب. ده لفيت عليه لف. لو مش موجوده اجيبهولك برضه. اما انت حد قال لي هنا مرتين، واحده ودكتورتي هنا. سيروبايب لا للاسف ده اصلا ناقص دلوقتي من الشركه. هيغيروا شكل الازازه القديمه وهينزلوا بازازه جديده وغالبا هتبقى اغلى. ماشي مش مشكله، بس انا نفسي انا جبت الشامبو بتاعه وجبت حمام الكريم، ما لقيتش السيرم. لسه الطلبيه جايه والله. طب يعني هينزل امتى؟ مش عارف بقى. طب هينزل نفس بس اكتر من حد سائل عليه يعني. هو ممتاز بصراحه. بس جميل. بس للاسف مش متوفر. بصراحه اللي كان مجلي عليه الدكتور اللي هو اللي شويه ده انا بسمراني ده. كان شعري بيسقط بطريقه غبيه، وكان جلدة راس ذات نفسها كانت بتوجعني كده. المهم قلت له اداهولي. ظبط خالص وحش التسديد وشعري يعني زاد عليه وكده واحلى.
بس على ما خلص يعني بقالي اسبوعين مش استخدمت حاجه، بستخدم زيت اللي هو الدبل ده ومش بيسقط الشعر معايا. لا، وفي سيرم تاني بديل لإل. شبهه اسمه كلاري، برضو كويس جدا زيه، وممكن تاخدي من ده حمام الكريم. لا انا عايزه السيرم. خلاص يبقى لو مستعجله خدي سيرم كلاري، نفس هيديلك نفس ال النتيجه يعني. اه طب مش عارفه كام هو الاول. كنت بتكلم على فكره انه الصيدلي بيتكسف ان هو يطلع الموبايل يسيرش فيه على معلومه او يحسب جرعه دواء. عادي جدا، بيشنت جايالي ابنها عنده مشكله في مسالك بوليه، يورين تراكت انفكشن، بيبي عنده سنه وشهر تقريبا او سنه وشهرين، والدكتور كتب لها هاي بايوتيك وما قالهاش الجرعه. جايالي انا احسب لها الجرعه، اهبد اخبطها اي حاجه؟ لا عادي، هطلع الموبايل بتاعي، هدخل على ليكز دراج عادي جدا، هجيب الجرعه بتاعه الاموكسيلين كلافيولينيك في اليورين تراكت انفكشن اهي. معرفش باينه ليكوا ولا لا، بس يعني عادي جبتها من على الموبايل، وبعدين اطلع كده، وبعدين فتحت الكالكوليتر وحسبت الجرعه على وزن البيبي وتركيز علبه المضاد الحيوي، بس موضوع بسيط جدا. والبيشنت واثقه فيا جدا، او ام البيشنت واثقه جدا، وكون ان انا اطلع الموبايل احسب عليه الجرعه واطلع من عليه الدوز او كده. قالت لي الجرعه هتفضل كام يوم؟ قلت لها سؤال حلو برضو. طلعت الموبايل وشفت الدوز هتفضل كام يوم في البيدياتريك، وانا عارف الدوز في الكبار لان انا متعود عليها، لكن في البيدياتريك طفل سنه هيفضل ماشي عليه قد ايه؟ وجاوبتها. المهم انه انت واثق من نفسك وانت ماسك الموبايل وبتطلع الاجابه، مش ماسك الموبايل وانت متوتر وقلقان وايدك بتترعش والموبايل يقع من ايدك وحاجه يعني اثبت كده واتقل. تمام. بس نرجع بقى لنقطه الكوزموتكس. صيدله كتير مقصره في موضوع الكوزموتكس، وبتخلي مصادرها مصادر غير موثوقه في تعلم الكوزموتكس، زي ان هي تتعلم من البلوجرز، تيك توك، انستجرام، حاجات زي كده، ودي مصيبه سودة. ازاي؟ يعني انت ازاي انت كصيدلي يبقى مصدر المعلومه بتاعك ناس مش صيادله، او ناس انت ما عندكش اي ثقه فيهم اصلا ان معلوماتهم ايفيدنس بيز، مبنيه على علم ومعرفه حقيقيه. شوية باركود حلوين أوي الواحد يسلي فيهم نفسه. بس الحقيقة مش هعملهم كلهم بقى، أنا هسيبهم للي شغالين معانا، وهعمل بس الحاجات شوية حاجات كده بتاعة الكوزمتكس اللي هنرص هنا كده عشان إيه نستر الدنيا دي، يعني مينفعش الوضع ده ما يجوز. طبعا من أمتع الحاجات اللي في الصيدلية هو موضوع طباعة الباركود ولزقه ده. مش ممكن المتعة والحلاوة والراحة النفسية اللي بنحس بيها واحنا بنلزق باركود. يا سلام يا سلام. ف احنا بنلزق الباركود كده. خلينا نتكلم بقى في اللي احنا كنا المفروض بنتكلم فيه. هو الموضوع الاولاني اصلا انا قلت لكم هقوله لكم النهارده، اللي هو ايه هي الخطوات اللي تساعدني بشكل كبير جدا، او هي الخطوات الاساسيه الحقيقه في ان انا اتعلم. وقلنا ان هم 3. الثلاثه دول اول حاجه فيهم انا كاتبهم هنا علشان ايه يعني
تسجله ورايا، تسجله ورايا زي ما انا بسجل كده. انا جايب كده ايه ورق كده بسجل فيه الملاحظات والحاجات، شخابيط وكده. فعايز اقول لكم شويه الشخابيط اللي انا جاهزها. اليجون فود كريم ده، يعني انا عمال اطلع بره الموضوع، بس اليجون فود كريم ده الحقيقه آم، من المنتجات القليله، او تقريبا هو المنتج الوحيد اللي انا اعرفه فيه 30% يوريا مع 2% سلسليك اسيد. كل اللي موجود في السوق 10% يوريا، وبيتم تسويق ال 10% يوريا ان هي حاجات للتقشير، يعني تنفع لجلد الوزه وتنفع لتقشير الكوع والركبه والحاجات دي. ده كله كذب الحقيقه، لانه عشان اليوريا تديني تاثير مقشر فانا محتاج تركيزات من 30 ل 50%. 10% دي هتديني ترطيب مش هتديني تقشير. عشان كده اليجون الفود كريم ده هو الحقيقه مش بس فود كريم، هو ينفع فود كريم وينفع لو هنستخدمه لعلاج جلد الوزه. ممتاز، ترطيب وتقشير، كمان معاه 2% سلسلة اسيد. ممتاز جدا. علشان خلي بالك برضو من الحاجات البسيطه كده وانت بتطبع الباركود، وانت بتلزق الباركود. دلوقتي الباركود بتاع العلبه دي اصلا معمول ايه اهو، ما تروحش انت لازق الباركود دوت فوقيه كده، تمام؟ لو لزقت كده ايه اللي هيحصل؟ السكانر بيقرا الاثنين دوت اللي هيعمل لخبطه. فيفضل ان انت تعمله ايه باتجاه مخالف، يكون كده مثلا واحد كده وواحد كده، بحيث انه الاثنين ما يلخبطوش بعض اثناء قراءه الباركود. الثلاث حاجات كالآتي: رقم 1 الأستاذ المعلم أو المنتور. كلنا محتاجين في حياتنا حد يعلمنا، وده الحقيقة يختلف تماما عن دور دكتور الجامعة. دكتور الجامعة هو محاضر، هو شخص بيشرح، ليكتشرر. لكن اللي أنا بتكلم عليه واللي احنا محتاجينه هو شخص مربي. فين الشيخ المربي؟ احنا محتاجين معلم مربي في المجال بتاعنا. وليه بقول مربي؟ لانه التربيه بتعتمد على تغيير السلوك، مش تعليم، مش اضافه معلومات زياده في مخي هزود الداتا عندي. لا، انا مش عايز ازود الداتا، انا عايز اغير سلوكي في التعامل في الصيدليه بناء على شويه الداتا اللي انا اتعلمتها دي. ولذلك احنا محتاجين منتور، معلم مربي يغير سلوكي. وده عشان يحصل فرقم 1 المنتور دوت لازم يكون براكتيشنر، شخص ممارس، مش شخص اكاديمي او مش شخص بيشرح، لا، شخص بيدرب مش بيشرح. دي اول حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثم الروشتة دي والنبات. مبروك مجالك. الله يخليك. معلم تعبنا جوه في الأبطال. طلع ولا لسه؟ طلع واخده ومروح. طب الحمد لله. كل حاجة بالراحة كده عشان أفهم أمنا. اقول لك كل حاجه. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. اول حاجه دي بتاعت الكحول ده للسره، هترش منه على السره بخ كده كده. 4 مرات في اليوم. ماشي. خلاص. ده فيتامين د. تمام. فيتامين د دوت هيتاخد منه لغايه لما ان شاء الله اياد يتم سنه. ماشي. طب يعني دوت ما تستناش الدكتور يكتبه، ماشي. كتب ولا ما كتبش، تمام. انت كده كده هتجيب. تمام. ماشي. فيتامين د مهم عشان دي تنام وتطلع دي في وقتها. في إيه دي بقى؟ نقط هيتاخد منه 4 نقط. جزازة صغيرة كده بتهيألي. فيها الطعم 4 نقط مرة واحدة في اليوم. القطارة دي كده هتحط أيوه. نقط 4. تمام. الله يبارك لك. ماشي. ده فيتامين د دوت. كده أول شوية بعد إذنك. لا عادي براحتك.
الزنك وليف دوت ده بيتحط مع غيار الحفاضه، بامبرز بتاعه، تمام مع كل غير حفاضه يدهن منه. ماشي. ده ملوش عدد، براحتك على حسب زي المرهم كده يعني. ماشي. وهي بتفك الحفاضه بعد ما بتشطف بالميه. اه بتنشف كده ايه، طبطبه ما تنشفش. تمام تمام. بالراحه، وتروح دهنه الكريم ده وتقوم ملبسها الحفاضه الجيش مع كل غيار حفاضه. مع الحفاضه عشان التسلخات عشان التسلخات، مظبوط. دوت عشان المغص. ادينا الانتفاخ. ايوه 10 نقط عند اللزوم. دلوقتي الطفل تعرف ازاي عنده مغص؟ ساعة ما يتلوى ويعيط. ايوه، هو الطفل لما بيعيط بيكون عنده حاجه من ثلاثه: يا جعان وعايز ياكل، عايز يرضع، تمام. يا اما لو هو راضع يبقى يا اما عنده مغص اه يا اما عنده تسلخات. تمام لو فتحت البامبرز ما لقيتش فيه تسلخات يبقى اللي بيخليه يعيط ايه؟ تمام. المغص. موضوع المغص دوت طبيعي معاه اول شهرين ثلاثه، هيتعبكوا شويه بس يعني ايه، يلا معلش نستحمل. الحمد لله. نقطة العين دي هتتحط نقطة واحدة في كل عين 3 مرات. نقطة في العين، ودي في الأنف. ماشي، دي نقطة ساعة في المناخير. التكتيم يعني. للتكتيم والرشح والكلام ده. هيتحط نقطتين في كل فتحة عند اللزوم. ماشي، 2 نقطة. تمام كده. كده بارك الله فينا بالله الله يسترها معنا. بيرجع طبيعي. ان شاء الله. ده الطفل ولا ايه؟ لا يا اخي معاه محمد ربنا يخليه وهو بس على شوقه بقى. طول. اه انت قاعد بقى بعد قد ايه بقى؟ يعني محمد ربنا كرمني جه على 13 سنه. 13 بعد 13 سنة جواز؟ اه ما شاء الله. وعملت حاجه مجهري مقتي. ربنا كرمني بغد. يجي المعلم ده يفرض عن جود بقى. ما شاء الله. بس طبيعي الحقن كان اول مرة بس. لا ما نفعش خالص الحمد لله. يعني الحمد لله ان هو ما عملت نفعش. مرتين وما نفعش. الحمد لله ان هو ما نفعش. الحمد لله. يعني الامور كده لوحدها ظبطت، والثلاثة جم بعد 13 سنة. نعم وفضل من عند ربنا. ربنا يبارك لك فيهم ويزيدك. بتاعت وانبس بقى الميزه في الحلوه. والله ما نجاب من حدنا اي حاجه من هنا. تمام. عايز نوع معين ولا اللي تجيبه زي العسل. الف شكر سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في لبن اللي هو اسمه روتال ستينس ده ولا اسمه دي بلاسنس رقم كام؟ واحد؟ صلى على النبي. هو العيل مثلا لا مؤاخذة بيشرب من لبن بينام على العمر قد ايه؟ بعد سنة. سنة. لا لسه ده اللهم صل على النبي المدة جامدة اهو. في زيت اللي هو اسمه جينس ده ولا اسمه جونسون. جونسون. بص جونسون احنا ما بنجيبوش عشان مقاطعة. بقالنا سنتين. في حاجة زيه بالظبط اسمها ميمو. فين هنين؟ ده الزيت بتاعنا. ده؟ 90. خدت 480 وخدت 400 ودي 100. لسه ما خدتش حاجة. طلعت لك 400. لسه ما خدتش حاجة بس في الموبايل. يعني بصيت شوية من الطلبية اهو. ايه شكلها كده ألطف.
الواحد بيبقى مبسوط كده لما الصيدليه تبقى مليانه ده. يا رب يتباع بقى. المهم خلينا نكمل الموضوع اللي احنا بدأناه وعايزين نخلصه. الأستاذ المعلم أو المنتور، ما هي صفات هذا الشخص؟ قلنا أول حاجة إنه يكون براكتيشنر، شخص ممارس، ما يكونش شخص يعني ما وقفش في صيدلية قبل كده 3 أيام على بعض وجاي يديني محاضرات في الكوميونتي فارماسي. أنت وقفت قد إيه في الصيدلية؟ اتعاملت مع كام عيان في حياتك عشان تيجي تحاضرني عن الأمراض والأدوية والعلاجيات؟ ليه النقطة دي مهمة؟ لأنه أنا محتاج برضو من الشخص المنتور ده انه يكون برضو جيد في الشرح، بيعرف يشرح. حلو، طب ما يا دكتور انا عندي دكاتره في الجامعه ما وقفوش في الصيدليه قبل كده، وانا اعرف ناس كبار في السوق بيدوا كورسات ومشاهير وما وقفوش في صيدليات يعني، او ما بيوقفوش، او يعني هو اخره وقف شهر ولا حاجه زمان وهو في الكليه شهرين 3 وبس كده، بس شاطر جدا في الشرح. حلو، شاطر في الشرح، هل هو شاطر في التدريب؟ هل هو عنده القدرة على انه يديلك النقط بتاعة الممارسة اللي فعلا هتغير السلوك بتاعي؟ يعني انا بعد ما ذاكرت المرض هل اداني التبس والتريكس بتاعت انت ازاي تلقط من العيان الهيستوري الصح اللي يوصلك للدايجنوزس الصحيح عشان تعرف تعمل مانجمنت صح؟ ما هي انا ممكن اذاكر مثلا الجيرد، الجاسترواسوفيجال ريفلكس ديز، الارتجاع. ذاكرت الارتجاع وعرفت الاعراض بتاعته. جاي لك مريض بيشتكي من خنقه بالليل وهو نايم، بيقول انا بحس ان انا بتخنق لما بنام، لازم اتعدل كده عشان اعرف اخد نفس، وجاي بيقول عايز حاجه موسع للشعر. السيناريو ده اتكرر معايا كتير في الصيدليه. السيناريو التقليدي او اللي بيحصل في العاده انه المريض بياخد، او لما يدخل اي صيدليه بيروح مديله اي حاجه موسعه للشعر، بياخد يعني باخد الكلمتين اللي قالهم المريض وبكمل عليهم خلاص بقى، يعني هم دول الصح، فانا بدي حاجه موسعه للشعر. ده غلط، بل ان بعض المرضى جولي بروشتات من اطباء بنفس الشكوى دي، والدكتور كاتب له حاجات موسعه للشعب، وممكن يكتب له بخاخه، ممكن يكتب له بشويه هيستوري صغيرين. السيمتوم ده، الخنقه اللي بتيجي بالليل لما ينام، هي احد اعراض ارتجاع المريء، بس هي عرض غير تقليدي، atypical symptom of GERD. شويه هيستوري صغيرين بقى او كام سؤال كده بنكتشف ان الموضوع كله ارتجاع مريء، وعلاجه ان انا اعالج الارتجاع، ولا هياخد موسع للشعب، ولا هياخد اي حاجه ليها علاقه بالصدر اساسا. في نفس السيناريو ده مثلا تلاقي برضو مريض جاي بيشتكي من نحنحه كتير. دكتور ايوه اتفضل. نكمل موضوعنا. فانا محتاجه كمان يكون عنده القدره على ان هو يحاول ايه، انا كنت بتكلم عن الناس اللي عندها نحنحه. فبيجي يقول ايه، انا عندي عايز حاجه مذيبه للبلغم، لان انا عندي بلغم كتير ما بعرفش اطلعه، بيشتكي من كتير. فالناس تطلع اسيتايل سيستاين وميوكوسول، ودي بقى مذيبات بلغم. اكشلي البيشنت ما عندوش مشكله في البلغم، دي برضو اتيبيكال سيمبتوم اوف جيرد، برضو احد الاعراض الغير تقليديه للارتجاع المرئي. التيبس، الحاجات دي محتاجه واحد ممارس، محتاجه واحد يعني سمع المريض واتكلم معاه واخد هيستوري علشان اعرف القط الحاجات دي واكونفيرت واحول النولج وشويه المعلومات دول لممارسه حقيقيه. الحاجه اللي بعد كده انه المنتور دوت او الشخص اللي انت يعني تتبعه وتحاول تاخد منه اكبر قدر من الاستفاده واللي يغير لك سلوكك، انه يكون ابديتد بالتاكيد. يعني لازم يكون شخص متابع اخر التطورات، اخر الابديتس في الجايد لاينز والتوصيات، وايه اللي بيتشال وايه اللي بيتحط وايه اللي بيتغير وهكذا. فدي مواصفات المنتور المثالي اللي احنا المفروض ندور عليه. لقيته اوفلاين خير وبركه، ما لقيتوش اوفلاين دور عليه اونلاين. وما تكتفيش ابدا باللي بيديلك المعلومه، اللي بيديلك المعلومه خام كده اللي هو شويه نولج، يعني يشرح لك محاضرات وخلاص، ده كويس ويل اند جود. لكن لو في كمان حد يديني الممارسه، ده يبقى عظيم جدا. الحاجه الثانيه بقى اللي احنا محتاجينها المراجع.
والمراجع بتشمل كتب، تطبيقات، ويب سايتس. يمكن انا اتكلمت في النقطه دي كتير هنا على القناه، فكره ايه المراجع اللي احنا محتاجينها، وان احنا نبعد رجاء نبعد عن روشتاتولوجي وامتيازولوجي واطلس واي بي سي دراج والحاجات بتاعت الروشتات الجاهزه والكلام اللي بالبلدي. يا جماعه نرتقي بقى، نرتقي ونعتمد على المصادر الاصليه، نعرف نذاكر من الكتب. انا عندي هنا في الصيدليه في يعني شويه كتب كده موجوده، منهم كتاب كوميونتي فارماسي اللي بشرحه هنا على القناه، ده موجود هنا انا والصيدله اللي معايا بنقرا منه. في نسخه احداث موجوده برضو معايا بس في البيت مش هنا. وكتاب فارماكوثيرابي بتاع دي بيرو دوت، يعني برضو عشان نكون في الصوره، الكتاب دوت نسخ كتير. وفي عندي كتاب الكلينيكال دايجنوزس، ده في كذا كتاب منهم، كتاب ماكلويد انا كنت قلته على القناه هنا، وكتاب سيمبتومز ان ذا فارماسي موجود بس تحت الكتب الكتيره دي بتاعه دي بيرو. المهم انا عندي كتب، يعني مفيش بقى لا اطلس ولا روشتاتولوجي ولا ولا الكلام دي موجوده هنا، مش موجود هنا. احنا بنذاكر من الريفرنسز الاصليه. فالكتب دي لو حد فيكم بقى عايز يكتبها وينزلها في الكومنتس وكده جو اون، هي دي اللي احنا محتاجين نذاكر منها، نتعلم. وانا في اوريدي برضو على القناه هنا اي شارح اوريدي من كتاب كوميونتي فارماسي كلمه حرفيا كلمه، علشان تتعلم بس ازاي دكتور محمد بيذاكر من الكتب دي، بيقرا منها ازاي. فانا بقرا لك كاني اول مره افتح موضوع الكحه، واخده معاك كلمه ازاي لما كلمه غريبه بتقف عليا بعمل ايه، لما باراجراف او قطعه كده مش فاهمها بعمل ايه، مرض لقيته كده وعايز اعرف عنه اكتر، محتاج صور عشان افهم، وهكذا بتصرف ازاي. اعتمد دايما على المراجع الايفيدنس بيزد، على المراجع التقيله، ما تاخدش الكلام اللي فيه الزيتون. كذلك التطبيقات والابلكيشنز، واشهرهم دراج اي، ميدسكيب، ليكزي دراج، مايكروميدكس، وكل الابلكيشنز دي اتكلمت عليها برضو فيديو سابق قبل كده، الفيديو بتاع التدريب في الصيدليه. دي ما لا يسع الصيدلي جهله، يعني ما ينفعش ما يكونش عندك الابلكيشنز دي، ما ينفعش على الاقل دراج اي وميدسكيب على الاقل، حد الادنى. يبقى دي النقطه الثانيه، يبقى انا معايا منتور، معلم، مربي، مدرب، ومعايا مراجع بعتمد عليها. ايه بقى الحاجه الثالثه اللي انا محتاجها؟ محتاج ممارسه، ان اطبق. في ناس زمايلي بيبعتوا لي يا دكتور والله انا باخد الكورس الفلاني، او اخدت مع حضرتك الكورس العلاني وجايب الكتب، بس حاسس انه اللي بذاكره بنساه، حاسس ان انا ما بتطورش، ما بزيدش، ما بكبر. السبب واحد غالبا، انه انت ما بتمارسش، ما بتنزلش صيدليه، فما بتطبقش، فما بتحفظش، فالكلام ما بيثبتش، والكلام عندك مش مرتبط باحداث مريت بيها ولا مرضى شفتهم ولا حالات عدت عليك، ما فيش الارتباط ده. فالحاجه بتروح، فحاسس انه ما فيش، بقعد شهر واتنين بذاكر مع نفسي بس ما فيش. ليه؟ عشان مفتقد النقطه الثالثه. هو مثلث 3 اضلاع، لازم امسك ال3 اضلاع: معلم، مراجع، ممارسه. ده التوبيك او دي النقطه اللي انا اصلا كنت عايز اتكلم فيها النهارده معاكم في الفلوج بتاع النهارده، بس الدنيا وسعت مننا وقعدنا نعمل في الطلبيات ونبص في ادويه ومرضى يجوا لنا، ويعني ايه اتكلمنا في حاجات كتير. اتمنى انه يعني ايه تكونوا اتبسطتوا، ونكون طلعنا معلومه مفيده من كل الهري اللي حصل النهارده دوت معانا في الصيدليه. اشوفكم في فلوج جديد، الى اللقاء.